معظم الناس بتستصعب تحضر الأكلة دي في البيت، فبياكلوها في المطاعم أو يطلبوها جاهزة. طب ليه؟ لما ممكن تحضروا الفخدة الضاني في البيت وبكل سهولة وكل مكوناتها من البيت. وكمان هنحضر الرز بالخلطة وأحلى من الجاهز كمان 100 مرة. اللحمة مستوية وطعمها يجنن. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أول حاجة هنحضرها هي التتبيلة، والتتبيلة أبسط ما يكون. كوباية ونص من عصير الطماطم الفريش، هضيف كمان عليه نص كوباية من مية البصل، أرجع أضيف معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وهضيف كمان معلقتين كبار من الصويا صوص، تدي طعم حلو للحمة ولون كمان حلو قوي، مع نص كوباية من الزيت. أتبل بقى بمعلقة من الملح، الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من بهارات اللحمة أو البهارات المشكلة، ومعلقة صغيرة من البابريكا. بس كده، مفيش أي حاجة تانية. شفتوا بقى التتبيلة بسيطة إزاي؟ أقلب بقى كويس قوي علشان البهارات تدوب كده في عصير الطماطم والبصل. وبعد كده معايا فخدة ضاني، أنا هستخدم حجم صغير علشان تستوي معايا بسرعة. هستخدمها كمان نيفة علشان اللحمة بتاعتها بتكون دايبة وطرية جدا. هعمل فيها فتحات بالسكينة علشان تشرب كده التتبيلة، وهجيب صينية أحط فيها حلقات من الطماطم والبصل، كتروا منهم علشان طعمهم بعد كده بيكون حلو جدا. أحط كده الفخدة عليهم، وبعد كده أضيف كل كمية التتبيلة. أهتم بقى إن أنا أغلف الفخدة بالتتبيلة من فوق ومن تحت، وأهتم كمان إن أنا أحط التتبيلة في الفتحات اللي إحنا عملناها علشان اللحمة تكون متبلة وطعمها حلو قوي. بعد كده معايا فصوص من التوم، هقسم كده التوم لنصين علشان الطعم بتاعه يكون قوي، وابتدي احط فصوص التوم في الفتحات اللي احنا عملناها. بعد كده بقى نغطي الصينيه بتاعتنا بورق الزبده والالومنيوم. ممكن كده نحضرها من قبلها بليله، او نسيبها كده في التتبيله ساعه او ساعتين زي ما انتوا عاوزين. انا هسيبها شويه في التتبيله، وبعد كده ادخلها الفرن درجه حراره متوسطه على الرف الاوسط، وهتقعد بالظبط من ساعتين ونص ل3 ساعات بالكتير. ودلوقتي نحضر مع بعض الرز بالخلطه. حله وفيها 3 معالق كبار من السكر، واول ما يدوب ويتكرمل وياخد اللون الجميل دوت بس من غير ما يتحرق مننا، هضيف كده 4 كوبايات كبار من الميه علشان هستخدم كوبايتين كبار من الرز البسمتي. قلبت لحد ما السكر اللي اتجمع داب معايا، وبعد كده اضيف بقى اعواد من القرفه والقرنفل اللومي، ورق لورا، حبهان، ومكعب واحد من المرقه. اقلب كويس قوي، وبعد كده اضيف كوبايتين كبار من الرز البسمتي المغسول ومتصفي بس انا ما نقعتهوش، مع معلقه كبيره من القرفه البودر. القرفه البودر من البهارات او التوابل اللي بتليق جدا مع الرز بالخلطه. قلبت تقليبه واغطي الحله واسيب الرز لحد كده ما يتشرب معايا، وبعد كده اضيف 3 معالق كبار من الزبده. تقليبه كمان واغطي الحله واسيب بقى الرز لحد ما يستوي معايا تماما. اخر دقيقتين في السوا هضيف كده حوالي ربع كوبايه من الزبيب، واسيب بقى الرز لحد ما يستوي. بالنسبه بقى للمكسرات اللي هنستخدمها، معايا كميه من اللوز انا كده سلقته وبعد كده هقشره. طبعا هنسلقه علشان يبقى سهل ان احنا نقشره. بعد كده هبتدي اقسمه كده بالسكينه لشرايح كده طوليه بيعمل معانا كميه كبيره، او كل واحده ل2. طاسه فيها معلقه كبيره من الزيت والزبده، واول ما يسخنوا جدا اضيف كده اللوز مع كوبايه كبيره من الزبيب، واقلب تقليبتين على النار لحد كده ما ياخدوا لون ذهبي فاتح جدا. اصفيهم بقى كويس قوي، وكده خلاص المكسرات بقت جاهزه. الرز كمان خلاص استوى معايا وبقى مفلفل وطعمه وريحته تجنن. احط كده الرز في طبق التقديم، والفخده كمان قعدت كده حوالي 3 ساعات بالكتير. احطها كده على الرز، وبعد كده ادهنها بكل الصوص اللي نزل منها، يديها طعم حلو وريحه حلوه ولون يجنن وبيلمع زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ازين الطبق بتاعي بالمكسرات اللي احنا جهزناها. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ احلى من تقديم المطاعم ب100 مره كمان، واللحمه دايبه وتستاهل بقكم. جربوها في البيت وبكل سهوله زي ما انتوا شفتوا كده، هتطلع معاكم تجنن. وبس كده، وصفه النهارده خلصت. اتمنى ان الوصفه تكون سهله وبسيطه عليكم. بالف هنا وشفا، وباي باي.